اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده جاي اتكلم في موضوع شغل السوشيال ميديا كلها، بس يا ريت قبل ما نتكلم في الموضوع اشتراك في القناه ولايك وتفعيل الجرس. جاي اتكلم في موضوع الكابتن احمد عيد عبد الملك. لعيب دولي كبير، لعيب مهاري خطير، اخطر خطير، مفيش حد يختلف عليه. يعني في الكوره مفيش اتنين يختلفوا عليه في اللعب وفي المهاره وجماليات الكوره. بس للاسف دخل نفسه في دايره خلت كل الناس تاخد منه موقف، وموقف مش كويس. لان اللي يبص للناس ويستهزأ بيها لازم يبص لنفسه الاول ويشوف هو كامل ولا لا، هو طبيعي ولا لا. لان اولا مفيش مننا بني ادم كامل. ثانيا كل واحد وليه اخطاء وسقطاته، ودي اكبر سقطه وقع فيها كابتن احمد عيد عبد الملك، هو انه يتحدى جمهور. بلاش يا كابتن احمد تتحدى جمهور. انت لعيب كبير ولعيب دولي، فانت مش عارف الجمهور ده ايه. الجمهور ده عباره عن منتخب من الشعب، منتخب من كل الطوائف، من كل الالوان. دخلت نفسك في استهزاء بشهداء النادي الاهلي والجمهور اللي لسه حزين عليهم لغايه دلوقتي، ومصر كلها حزينه عليهم لغايه دلوقتي. مش مصر، انا اسف، العالم العربي كله لما بيسمع المأساة حزين جدا، زي ما جمهور الاهلي حزين على شهدائه وحزين على شهداء نادي الزمالك. يا راجل ده الجمهورين في كل ماتش في الدقيقه 74 وفي الدقيقه 21 بيطلعوا الكشافات وينوروا تكريم للشهداء. يعني الجماهير واعيه اكتر منك انت يا كابتن. الجماهير اللي انت بتقول عليها جماهير واعيه اكتر منك، وبتكرمهم لغايه دلوقتي بعد مرور 9 سنين. بيكرموا الناس اللي توفت. فانت ليه تعمل كده؟ بكده الناس هتقول عليك ده انت سكر ودمك خفيف ولطيف؟ لا، بالعكس، هيقولوا عليك حسبي الله ونعم الوكيل. هيقولوا ربنا ينتقم منك. هيقولوا يا رب تشوف اللي اهل الناس دي شافته. هيقولوا حاجات كتير عليك. وفي ناس بتطلع تسخر منك لحاجات معينه، وده مش صح. ده انا يعني انا بايدوش، بس انت بتعمله. فربنا برضو وراك ناس تعمل معاك اللي انت بتعمله مع الناس. يعني انا حزين ان الموضوع وصل لكده معاك يا كابتن احمد، او وصلت للدرجه ان انت عايز تعرف نفسك للناس او تظهر او تحب الظهور بس عن طريق الحاجات اللي هي تقلل منك، تقلل من تاريخك، تقلل من لعبك. انت كابتن كبير ولاعيب كوره مفيش اتنين يختلفوا عليه. فرجائي تحسن تعاملك مع السوشيال ميديا، وتعرف ان اي تصرف ليك محسوب، سواء مع زملائك، سواء مع اعلاميين، سواء مع انديه، سواء مع جمهور. وده رجاء خاص ان انت ما تقربش من الجماهير تاني، لان الجماهير دي ما تعرفش رد فعلها يبقى ايه معاك. وانا بطلب من المسؤولين عن الاعلام والوسط الرياضي وخصوصا كرة القدم ان يبقى في حساب شويه يا جماعه. مش اي كلام يتقال على السوشيال ميديا يعدي كده. مش اي كلام يتقال على السوشيال ميديا يعدي كده، ومش اي تجريح في اي حد يعدي كده. من امن العقاب اساء الادب. اللي يعرف ان العقاب اللي هياخده ملوش اي لازمه هيقل ادبه وهيسيء الادب، لان عارف ان العقاب بسيط. مفيش عقاب. اتمنى ان المسؤولين والقائمين عن الرياضه في مصر وعن الاعلام وعن كره القدم واقفه لاي واحد مهما كان اسمه، تاريخه، وضعيته في البلد،
انه يحاسب ويفكر ويدرس اي كلمة يقولها واي موضوع يبدأ يتكلم فيه عشان ما يعملش فتنة في الجماهير، لان البلد بتحارب في كذا حاجة. يا جماعة احنا مش فاضيين للكلام الفاضي دوت. يا جماعة البلد داخلة على حرب حدودنا الليبية الغربية، وحرب في حدودنا الشرقية، وحرب من تحت سد النهضة من الجنوب، ومن الشمال برضو إن ما نعرفش جاي لنا ايه. يعني احنا يعني مش ناقصين، احنا عايزين نوحد الصف، نوحد صفوفنا ونبقى محترمين ونبقى ايد واحدة، ويبقى الاعلام بتاعنا اعلام هادف مش اعلام تافه، اعلام يطلع على السخرية والاستهزاء واستفزاز واشعال الفتن اللي ماتت من سنين وهي ما ماتتش، والناس كلها حزينه والناس كلها زعلانه، والجمهور الاهلي زعلان لغايه دلوقتي، وجمهور مصر كله، جمهور الوطن العربي كله ما بينساش الشهداء دول، وفي كل مناسبه بيكرمهم وبيديهم وضعهم. ما تجيش انت وتقلل من الناس دي وتقلل من اسر الناس دي وتقلب عليهم المواجع عشان ما حدش يقول عليك حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا والى اللقاء.